ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. الفيديو ده يا حبايبي تكملة فيديو الكوكتيل. هما الاتنين كانوا من تحضيرات العيد اللي هو يوم الوقفة، بس كان هيبقى طويل، رحت عاملاه ايه على جزئين. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل فيه الحلبة المنبتة، وهقول لكم على فوائدها للجسم، وهنعمل فيه الترمس والسوداني. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم بالخير. هنا الترمس بتاعنا بعد ما جبته ونقيته وشطفته ونقعته ليلة كاملة، سلقته بقى كده على النار. وطبعا ما سلقتوش كده تسوية كاملة، لا خليته 3/4 سوا، يبقى فيه ندغة كده عشان الترمس بيقعد يعني مدة طويلة عندنا. هنا بقى عشان تعرفي سواه يعني حلو ولا ايه، تيجي واخده بقى كده حبايه وحطها بقى بين صوابعك كده. لو اتفتحت معاكي بسهوله او اتقشرت معاكي بسهوله يبقى كده سواه حلو. هي المفروض الخطوه دي كانت تبقى على النار، وهو الترمس بيتسلق على النار بس كان سخن على ايدي. هنا بقى خدته بقى وغيرت عليه المية مرة واتنين وتلاتة، وداخلة طالعة في المطبخ اغير عليه طول ما انا فاضية. وسبته بقى كده وركنته، بس كل بعد تغيير مية بدخله التلاجة عشان الجو كان حر. هنا بقى الحلبة بتاعتنا برضو جبتها وغسلتها برضو الاول، وبعد كده نشفتها، وبعد كده هنا بنقيها، بطلع منها كده الحباية الغامقة. في حباية بني كده بيبقى شكلها مش حلو، وساعات بيبقى فيها حصوة كده ولا حاجة. بعد طبعا ما نقيت الحلبة بتاعتنا، هنقعها بقى كده في شوية مية لمدة ساعتين تلاتة على حسب ما انت ايه عايزة. وتزودي بقى كمية المية لان حجم الحلبة بيزيد في النقع. بعد كده بقى غطيت عليها وركنتها لحد بقى معدوا 3 ساعات. بعدين بقى جبتها وفضيتها كده في المصفى زي ما انتوا شايفين. إيه، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وهنحط بقى كده عليها شاشة، ونحط برضو المصفى تحتها حاجة علشان ايه، مرحلة الانبات بتاعة الحلبة. نبل بقى كده شاشة، وتكون شاشة نضيفة مخصوص للحاجات ديت. وكل شوية بقى تبليها ايه وتحطيها على وش الحلبة. وعايزة اقول لكم ان الحلبة المنبتة لها فوائد للجسم، وخصوصا مرضى السكر. هي صديقة مريض السكر لانها بتساعد على تنشيط البنكرياس، اللي وهو طبعا البنكرياس اللي هو بيفرز بقى ايه، الانسولين. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شفتوا بقى الحلبة من اول مرحلة، من مرحلة الانبات وهي صغيرة لحد اخر مرحلة. هنا كده كانت الحلبة بقى ايه، نبتت المرحلة الاخيرة. وكل مرة بغير عليها بدخلها التلاجة. شايفين بقى لونها وجمالها لان الجو كان حر ايام العيد، والحلبة ايه بتسمر من الحر وايه، ولونها بيغير وطعمها كمان بيغير. هنا بقى هنحدق الترمس بتاعنا وهنعمل له كده شوية تتبيلة حلوة او تتبيلة حلوة الجزء منه بس، يعني على حسب الطلب. انا بحب احلى حاجة الترمس بالمية والملح بس وعصرة الليمونة. في بقى بيحبوا عليه شطة وكمون وليمون والحاجات دي كلها، وبابريكا والايه والتتبيلة اللي احنا هنعملها دي. هنا شوية مية دافية، ومعلقة من البابريكا معلقة صغيرة، على رشة كمون. إيه طبعا، وهحط برضو إيه شوية ملح. إيه طبعا هنا برضو هنعصر برضو كده ليمونة او نص ليمونة على حسب ما انت عايزة. وعايزه اقول لكم شايفين الليمون بتاعنا وجماله، الليمون الاخضر كده بصراحه مالي السوق دلوقتي، وبحب اجيبه لانه بيعمر يعني في البيت، بيبقى عمره اطول من الليمونه الصفرا. بحب كده الليمونه الخضرا كده الجميله، بتبقى بتعيش اكتر من الليمونه الصفرا. هنا بقى رشة ملح اهوت، وقلبت تاني. وهناخد جزء كده من الترمس نحط عليه جزء برضو من التتبيلة، مش هنحط كله، هنحط ايه حسب الطلب. إيه طبعا عايزة اقول لكم ان الترمس برضو فيه فوائد كتير للجسم، وطبعا بيحتوي على مواد مضادة للأكسدة، وبيساعد في إنقاص الوزن، وبيساعد برضو ايه في حالات ايه الشيخوخة المبكرة. طبعا، وطبعا هو من انواع المسليات الجميله اللي كلنا بنعشقها. هنا بقى كان الطلب مني ان انا اعمل لهم كده جزء بالتتبيله ديت زي كده عربيات الترمس اللي على الكورنيش. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام.
هنا برضو السوداني بتاعنا وجماله وحلاوته، بس السوداني بصراحة جاهز من المقلة، شايفينه كده جميل ازاي. وعايزة اقول لكم برضو السوداني فيه برضو فوائد للجسم كتير، بيساعد كده في حالات مرضى القلب، وحلو برضو للدايت بس بكميات معينة، لو زودت عن كده بيساعد في زيادة الوزن. هنا بقى كان الفيديو بتاعنا اللي انتوا شايفينه جماله وحلاوته، والفواكه بتاعتنا القمر. وده كان جزء من بقية الجزء بتاع الكوكتيل بتاع يوم الوقفة اللي هي ليلة العيد. كل سنة وانتوا طيبين، وينعاد عليكم الأعياد وأعياد وانتوا طيبين وفي أتم صحة وأحسن الأحوال. أستودعكم الله.